أشرف حكيمي الذي تعرض لإصابة بعد تدخل من لويس دياز. التقارير الطبية الأولية ليست رسمية طبعا، تتحدث عن غياب لمدة شهرين بالنسبة لأشرف حكيمي كأقصى حد، رغم أن الأمر يتعلق بالتواء في الكاحل وليس بكسر في الكاحل. لو كان هناك كسر كان ممكن للغياب يكون أطول بكثير بالنسبة لأشرف حكيمي الذي قد يغيب بنسبة كبيرة عن نهائيات كأس إفريقيا المقبلة في المغرب، أو يغيب على الأقل عن بداية المنافسة، لأنه سيكون جاهز في بداية الشهر القادم ليس قبل ذلك. منصف عدي ميديان تيفي. أنا كوتش. أكيد أهم سؤال يعني هو أشرف حكيمي. للأسف من بعد الإصابة اللي تابعنا في المباراة الأخيرة ديال باريس سان جيرمان، واش تبعتوا الوضع الصحي ديال أشرف حكيمي؟ واش كاين شي أمل، خصوصا على الجماهير المغربية كتنتظر أكيد الحضور ديالو في الكان؟ يعني واش غيكون يعني على الأقل في المباريات الأولى والثانية غيكون الغياب ديالو، ومن بعد نقدروا نشوفوه في باقي مسار الكان؟ شكرا. بحال اللي شفتو اي مغربي اللي تفرج في الماتش واخا ما تفرجش، ملي يعرف لا بليسيور ديال اشرف، اي واحد كيعرف لامبورطونس اللي عنده اما في التيران اما برا ديال التيران. سي نوت كابيتان، سي لو جوور. بحال اللي كنقول قبل ما ندير اي ليست، الاول اللي كنديرو هو اشرف. و فوالا سي ان بليسيور مالوروز في واحد التوقيت اللي صعيب قبل لا كان. بالحق كنامن ديما ملي ولا كاين واحد اللاعب اللي يقدر يرجع بلو فيت كو لي زوتر واللي يقدر يدير اي حاجه باش يكون في هاد لا كوب دافريك هو اشرف حكيمي. غنكونوا معاه. اون ان ستاف ميديكال كي ان دي ميور او موند. عندهم في باريس سان جيرمان تاهما ان سيلول ميديكال qui est extraordinaire. Donc voilà, on est ensemble. بحال اللي قلنا on a une bonne relation مع الباريس سان جيرمان. كنتبعوا الدوسي ديال اشرف. نوت ميدسان سافر البارح. On va faire le meilleur protocole qui peut être mis en place باش اشرف يرجعنا في هاد لا كوب دافريك ويرجعنا à 100%. هادشي اللي كنامنوا. maintenant اللي يقدر يقول لك اليوم غيلعب الماتش الاول ولا ما غاديش يكون ولا غيكون، voilà. moi dans ma communication ديما على اللاعب. Aujourd'hui, on fera tout pour qu'il soit au premier match à 100% contre les Comores. Ou là, Makench, en tout cas, il sera avec nous quoi qu'il arrive. Voilà, c'est le joueur le plus important pour moi, que ce soit dans le vestiaire ou sur le terrain. Et Likan Bre ou Ashraf يكون معنا, et on va tout faire باش يكون معنا, Inch'Allah.